نادم على انه الاهانه الاكبر تلقيناها بالثوره. يعني لا تاخذني بالكلمه، انا كان راتبي وراتب زوجتي $1800 عند النظام، سيارتي مرسيدس 220، باخذ 600 لتر بنزين كل شهر خطه شهريه، بيتي 3 غرف وصالون اخذه من الدوله بدفع اجاره 850 ليره. انا ما كنت مهان عند نظام الاسد، ما كنت ميت من الجوع، ما كانت كرامتي مذلوله، انا نزلت بالثوره. ليس انا احمد رحال، انا عم بحكي عن كل ضابط انشق انزل بالثوره. انا مره التقيت مع العقيد مالك كردي نائب قائد الجيش الحر باسطنبول، بشوفه لابس ثياب للاسف الشديد، وابو الليث العقيد مالك ابن دورتي بالاساس، وعايش انا وياه 3 سنوات بالكليه وهو ضابط بحري. فباخده على جنب بقول له مالك انت شو اللباس اللي لابسه؟ قال لي يعني عندي احسن منه ماني لابسه؟ ليه؟ العقيد مالك كان رئيس شؤون إدارية، يعني إذا بده ياخذ 5 رواتب بالشهر فيني ياخذ، ونائب قائد الجيش الحر ما عنده قميص يلبسه؟ ليه زليتوا الضباط؟ انتوا زليتوا الثورة.